قبس من كتاب. في كتابه المسيح الدجال يقول الدكتور مصطفى محمود: صدقني إن الإنسان لا يشكو لحاجة مادية، فهو اليوم أغنى وأكثر ترفا من قارون بالأمس، ولكنه يشكو لأنه ينظر إلى ما في أيدي الآخرين. من يركب عربة بالأجرة ينظر إلى من يركب عربة ملاكي، ومن عنده العربة الملاكي ينظر إلى من عنده العربتان، ومن عنده يخت ينظر إلى من عنده طائرة. وصاحب الزوجة الجميلة لا ينظر إلى زوجته، بل ينظر إلى زوجة جاره. إن كل ما نملكه يفقد قيمته، والأنظار في تحول دائم إلى ما يمتلكه الآخرون. إن حقيقة الأمر هو الحسد والعدوان والحقد، وليس الفقر ولا الافتقار. وسوف تزداد الشكوى كلما ازداد الناس غنى، ويزداد الناس إحساسا بالفقر كلما ازداد ما يمتلكون، لأن الغنى الفعلي هو حقيقة نفس وليس حقيقة رصيد. قبس من كتاب، برنامج يعده ويقدمه أحمد شاهين.